بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض شيب درونج ل مجموعة كاميرات. عندك مثلا لو خدنا الاكس ده على بعضه اللي هو اكس الف، كل الكاميرات اللي عليه هناخدها مثلا في هنا كابولي، في كابولي اتنين هنا، وبعدين في كاف تلاتة وكاف واحد وكاف تلاتة وكابولي واحد. طيب لو خدنا بقى الاكس ده على بعضه كده بره كوبي، هناخده بره هنا كده. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ تعالى نرسم الكاميرات ديت، او نرسم قطاع للكاميرات عشان نحط فيه الحديد. يبقى هنا اكس المسطرة، وبعدين فيرتيكال مسطرة في مسطرة، وبعدين هتحط هنا عند اي تقاطع يقابلك اللي هو تقاطع الاعمدة، وهنا وهنا. تمام، في واحد غلط هنا هنمسحه. تمام، وبعدين هنا وهنا وهنا. تمام، تعال نمسح اللي هو غلط ده. وبعدين برضو اكس مسطرة هوريزونتال مسطرة، يبقى اتش مسطرة، وبعدين هتحط اول خط كده. طيب وبعد كده هتشوف العمق بتاع الكاميرات دي كام. العمق هنا كام؟ هنا كاف واحد وكاف تلاتة العمق 12، هنا 12 في 70. طيب وكابولي واحد وكابولي اتنين برضو هنا 12 في 80. يبقى انت اول عمق هيقابلك اللي هو 70 سنتي، يبقى هنا الخط ده هتاخده اوفست او اف مسطرة 70 مسطرة لتحت. تمام. طيب وبعد كده نفس الخط هتاخده 80 سنتي اللي هو الخط ده اهو. تمام ماشي. وبعد كده هتاخد من اخر خط هتاخد ايه؟ اوفست 30 سنتي اللي هو مثلا رابط العمود. تمام. طيب ركز معايا، عندك هتاخد الترم تي ار مسطرة، وبعدين هتفتح لي الكاميرات ديت. تمام ماشي. بعد كده هتفتح ده كده لان ده هنا الكابولي 80، وهتشيل اللي تحت دي وهتشيل ده. تمام، وهتشيل ده خلاص كده. وبعدين هتفتح العمود من هنا، هتسيب لحد الاخر هنا بس. تمام، وبعدين هتشيل اللي تحت ده وهتشيل ده. تمام، هتشيل ده عشان هنا الكاميرا دي 70 بس، يبقى هنا ال الكابولي 80 والكاميرا 70. تمام، بعد كده هتيجي هنا برضه هتشيل في النص ده وهتفتح العمود من هنا وتشيل اللي تحت ده، وهتشيل برضه ده اهو وده اهو. تمام ماشي. تعالى برضه هنا هتشيل اللي جوه، وبعدين هتشيل اللي جوه العمود، وهتشيل اللي تحت من هنا، وهتشيل الخط ده والخط ده. تمام، انت بدأت تستوعب الفكرة. برضه هتشيل ده كده، وبعدين هتشيل ده من هنا العمود، وهتشيل خط التمانين والخط الأخير. دي برضه هتفتح برضه هنا، هتفتح العمود ده من هنا وتفتح العمود ده من هنا. هتشيل الخط ده، هتشيل ده وهتشيل ده. ده الخط ده مش هيتشال، هيتشيل في الآخر. تمام. طيب بعد كده هنشيل الخط ده كده، وهنشيل ده وده ودول كده. تمام تمام. ده برضه هنشيله من هنا، وده هنشيله من هنا كده، وبرضه ده هنشيله كده. طيب وبعدين تبقى تمسح ده كده انت بايدك، ودول هتمسحهم. الخط ده المفروض تشيله ترم مسطرة مرتين. تمام تمام. بعد كده اللي فوق ده كله هتمسحه. طيب ده برضو هتمسحه. طيب بعد كده هتعمل ماتش، وهتخلي الكاميرات دي لونها ابيض. يبقى كل الكمر هنا لونه ابيض. تمام، وبعدين ماتش للعمود، للون بتاع العمود، وهتخلي ده كله كده ايه
كل الأعمدة لون واحد. طيب بعد كده تعال نشوف التسليح هنا هنسلح ازاي. اولا خلينا نبدأ بالكابولي ده مثلا كده. الكابولي ده كام؟ الكابولي اللي هو كاف واحد ده عندك 4/16 تسليح علوي. يبقى انت عندك 4/16 اللي هو تسليح علوي. والسفلي ماشي، السفلي هنا من البحر المجاور هنعرف نعملها ازاي، بالاضافة للحديد المكسح او الحديد العلوي من البحر المجاور. تمام، يعني اي حديد علوي او اي حديد سفلي يجي من البحر المجاور يمتد على الكابولي. تمام ماشي، يبقى انت تعالى نعمل الكابولي ده الاول كده. عندك نشوف بس مقاسه كام، 80. طيب هنعمل له شوكة. تمام. طيب الشوكة ديت في الكود هنا كام؟ الشوكة دي لو بصينا في الكود، الشوكة ديت هتمتد لحد فين؟ هتقولنا الشوكة بتكون مثلا هتاخد من اول كابولي وتلف معانا هتبقى لحد فين؟ هتمتد داخل الكاميرا لحد عمق يسمى دي. طيب الدي هنا من وش العمود. طيب الدي هنا بيساوي ايه؟ هنا الدي بتساوي مينيمم اللي هو 1 متر في ال اتنين بتاعة العمود. يبقى 1 متر في 1 في ال اتنين اللي هو طول الكابولي. يبقى 1 في طول الكابولي، وتكون ممسوكة بالحديد بتاع الكاميرا مسافة ايه اللي هو كام؟ اللي هو 25 سنتي. طيب تعال نشوف هنعملها ازاي. اولا هتعمل اوفست، وبعدين 2.5 سنتي، وهتنزل ده كده وده كده وده كده. تمام. بعد كده ترم مسطرة مرتين، وهتفتح ده من هنا كده، وده برضو هتعمل له ترم من هنا كده. طيب انت هتدخل بكام؟ هتدخل 1 متر، او هتدخل المفروض 80 سنتي من وش العمود، هتلاقي 1 متر. يبقى اوفست 1 متر للخط ده. تمام ماشي. بعد كده الخط ده هنمده بطوله كده. طيب انا عايز اقطع الخط ده الابيض ده عند الخط ده، علشان وانا برسم السيخ ما يرسمهوش طوالي. يبقى امر بريك بي ار مسطرة. طيب الخط ده انت عايز تقطعه الناحية دي ولا الناحية دي؟ لا انا عايز اقطعه الناحية دي. يبقى انت هنا سيلكت الاوبجكت اهو. طيب هتقطعه فين؟ هتقطعه مثلا هنا، يبقى تقطع الناحية دي. طب انت عايز القطعة ديت الناحية دي، يبقى تختار الخط ده من الاول كده. تمام تمام. بعد كده شيل الخط العمل ده، وتعال هنا على reinforced. قبل reinforced انت هتاخد الخط ده مع الخط ده مع الخط ده، جي مسطرة جوينت. تمام بقى حتة واحدة. تعال بقى على reinforced. ده كان كام؟ ده كان 4/16. يبقى هنا حديد تنسايل. تعال على اخر اختيار ده، امسح الكبر خالص، والحديد 16، وبعدين ده كده 0 سيلكت، وتختار ده اوكي. مسطرة مرتين. تعال هنا بلس لينس عشان يظهر لك اللينس، وده كان 4 أسياخ اوكي. تمام تمام. ده 3.82، خليها مثلا 4 متر. يبقى شد ده كده المفروض. تعالى بس هنا كده. طيب شد ده كده كام؟ شد ده كده دي 18 سنتي. خليها 4 متر عشان مش تهدر معاك. وبعد كده خط العمل ده امسحه. تمام. دي كده كان 4/16 هنا. تمام. طيب اللي ما فهمش ممكن برضو نجرب في الكابولي 2. الكابولي 2 دي كان 4/18. طيب الكابولي 2 عندك هنا ده اللي هو ده برضو هتعمل اوفست، وبعدين اللي هو 2.5 سنتي لده كده وده كده. تمام. وبعدين الترم تي ار مسطرة مرتين لده وده، وبعدين برضو الترم ده والترم ده. تمام. طيب ده هيدخل هنا كام؟ هو ده اصلا طوله كام؟ يبقى انت عندك، انا عايز اعرف الطول ده 1.5، يبقى هيدخل هنا 1.5 متر. طيب 1.5، يبقى انت عندك هنا ادي اوفست
1.5 للخط ده. الخط ده يطلع كده طوالي، وبعدين عايز اقطعه يبقى بريك بي ار مسطرة. وبعدين عايز اقطع ايه؟ عايز اقطع الخط ده منين؟ من هنا. تمام. بعد كده هشيل خط العمل ده واختار التلات خطوط دول. تمام. جوينت جي مسطرة، اصبحوا خط واحد. طيب تعالى هنا reinforced، وبعدين ده كان فاي 18. تمام. لو ما لقيتش فاي 18 عندك، انا عامل فيديو ازاي تضيف الاقطار، هسيبهولك في اللينك ان شاء الله تحت الفيديو. تمام. وبعدين سيلكت هنا مسطرة مرتين. ده كان كام؟ كان 4 اسياخ. وبعدين هنا بلس لينس 4 اسياخ فاي 18. ده هنا ادي 5.71. ممكن تخليها 6 متر يعني، علشان ايه؟ مش هتهدر معاك عادي يعني. تمام. يبقى انت ده هتضيف له كام؟ 6 متر. تمام. تعال برضو خط العمل ده كده امسحه. طيب بعد كده تعالى هنا، ده كده خلصنا الكابولي الاول والكابولي التاني. طيب تعال ناخد مثلا واحدة واحدة. مثلا الكاميرا دي كام؟ الكاميرا هنا ديت كاف 3. طيب كاف 3 دي كام؟ كاف 3 2.16 عدل، و2.16 مكسح، و2 العلوي 2.12. طيب وكاف 1 اللي هو 4.12 دي في السفلي ومفيش مكسح، و 4.12 علوي. طيب تعالى نعمل الأول المكسح ده اللي هو في كاف 3 اللي هو 2.16. طيب تكسير الحديد بيكون ازاي؟ انت عندك الكاميرا ديت اولا مستمرة. طيب الكاميرا المستمرة انت بتاخد من هنا الخمس ومن هنا الخمس، بس في طول الخمس ده طول البحر من نص الاكس لنص الاكس بتاع العمود. تمام. دي بس الفرق. تمام. وبتاخدها من وش العمود، وبرضو هنا الخمس مش من وش العمود، من النص. تمام. وبعد كده هنا التكسيح بيرمي على التكسيح بيرمي هناك ربع البحر، وهنا ربع البحر اللي هو اكبر البحرين سواء ده او ده. تمام. تعال نشوف هنعمله ازاي. يبقى احنا اتفقنا ان هنا هتعمل اوفست. قبل اوفست هتجيب الدايمنشن لنص البحر ده مع نص البحر ده. طيب هتعمل بقى خمس البحر ده كده. يبقى تعالى هات الآلة الحاسبة. خمس لأربعة 54 على 5 يبقى 90 سنتي. يبقى انت عندك هنا اوفست 90 سنتي. دي ده كده وده كده. تمام.
طيب بعد ما عملنا الاوفست هنمد الاوفست ده كده. لا ده غلط، هاتوا تاني، كنترول زد. طيب هنعمل تاني اوفست، وبعدين كان 90 سنتي من هنا كده وده كده. تمام. طيب بعد كده ده هيمتد على طوله كده، وده برضو هيمتد على طوله كده. تمام، اللي هو خمس البحرين. طيب بعد كده هتمد من هنا برضو الربع، يبقى هنا 4 54. يبقى انت عندك 54 على 4، يبقى متر و13 سنتي. يبقى هنا اوفست متر و13 للبحر ده كده. تمام، هنمد ده ماشي. طيب بعد كده هتعمل اوفست 2.5 سنتي للخط ده. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ هتعمل بولي لاين بالمسطرة. تمام، وهتيجي من هنا كده وهتاخد ده كده لحد هنا. بعد كده هتاخد ده كده على زاوية 120. 120 ليه؟ عشان ان العمق بتاع الكاميرا 70 سنتي. طب لو اقل من 70 هتاخده على 5، زاوية 45. تمام، يبقى ده هنا 120. 120 وبعدين هتروح لحد الاخر هنا، لان هو قالك في الطلبات بتاعته ان اللي مكسح يمشي طوالي لحد الكابولي، والسفلي برضو لحد الكابولي. تمام، بعد كده برضو هتعمل لاين المسطرة، وهتكمل بقى من ده كده على زاوية، هتعمل التكسيحة بتاعتك على زاوية 60، على زاوية 60 هنا كده، وبعدين هتمتد لحد ايه؟ ربع البحر المجاور. تمام، بعد كده هتاخد ده مع ده مع ده كده جوينت جي مسطرة، أصبح خط واحد. وبعدين هتعمله reinforced. ده كان كام؟ ده كان 2.16 صح؟ يبقى انت عندك حديد 16، الكفر 0، select ده مرتين مسطرة، وده كان كام هنا بلس لينس، وده 2.16. اوكي تمام. تمام، هنا 7.71 ممكن برضو تزودها شوية بحيث تبقى 8 متر. يبقى ده تزودها كده، تبقى 8 متر. دي 8 سنتي. لا تمام. بعد كده امسح بقى خطوط العمل بتاعتك ديت، ديليت. وهنا برضو امسح خطوط العمل دي. ممكن تمسح برضو الخط اللي هو ايه احمر ده، والخط ده برضو. تمام ماشي. طيب اللي مفهمش ممكن نعمل برضو الكاميرا التانية اللي هي كاف 3 برضو زيها هنا. كاف 3 ده برضو 2.16 مكسح، 2.16 اهي مكسح. طيب يبقى اول حاجة قلنا هنعمل ايه؟ اول حاجة الدايمنشن من نص البحر، من الاكس للاكس، اللي هو من نص العمود لنص العمود، وبرضو دايمنشن بتاع البحر المجاور. تمام، بعد كده هتاخد الخمس، يبقى 4 على 5، يعني حوالي 80 سنتي. يبقى انت عندك هنا اوفست 80 للبحر ده كده والبحر ده كده. طيب بعد كده هتاخد ده لحد الاخر، وده كده لحد الاخر. طيب بعد كده ده معوج. طيب بعد كده هتعمل هنا برضو اوف ربع البحر هنا، يعني 1 متر، اللي هو 4 على 4، يبقى 1 متر. وبعدين
تمام. طيب تعال بقى نمسح دول مش مظبوطين. اوفست 80 سنتي لده ولده. تمام. طيب بعد كده برضو اوفست 2.5 سنتي لده كده. بعد كده بولي لاين مسطرة بولي لاين للخط ده، وبعدين هتمشي لحد هنا، وبعدين هتكسر على زاوية 60 صح، على زاوية هنا 60، وبعدين هتمشي لحد الآخر لحد نهاية الكابولي. تمام. بعد كده لاين مسطرة هتاخد ده كده على زاوية 120، وهتمشي لحد ربع البحر المجاور. تمام. بعد كده هات ده كده مع ده مع البولي لاين ده جوينت جي مسطرة، أصبحوا خط واحد. بعد كده رينفورسد، وبعدين 16 ماشي سيلكت الخط ده مسطرة مرتين بلس لينس، وده كان 2.16. اوكي تمام. دي برضو 77، ممكن تخليه 8، ان هو انت تزود ده شوية كده. ادي لا زوده كمان 10 سنتي، قلل 2. تمام. طيب بعد كده تمسح خط العمل ده مع خط العمل ده وده. تمام. وده. طيب برضو خط العمل ده امسحه. تمام. بعد كده هتعمل الحديد السفلي والحديد العلوي بتاع البلاطات بتاع الكاميرا. طيب الحديد هنا كاف 3 كان 2 سفلي، تعال نعملهم بالمرة. كاف 3 كان 2 سفلي برينفورسد، وبعدين 16 الكفر 25. ده بصفر وده بصفر اللي هو الجنش بتاعه 2 بوينت، ومن هنا كده هيمتد لحد آخر الكابولي ماشي. دي اللي هو كان بينوه عليها. تمام. اللي هو اي حديد يمتد في الكاميرا المجاورة لحد ايه، دي 2.16 بلس لينس و2.16 لحد ايه الكاميرا المجاورة. ده برضو خليه 6 متر، بدأ يمتد هنا كده كام 13 سنتي. طيب تعالى برضو هنا reinforced، وبعدين 2 بوينت من هنا كده، وبعدين ده حديد علوي كده يبقى اس مسطرة عشان تجلب السيخ لحد هنا. تمام. طيب ده بلس لينس 2.16. اوكي. 6 و7 سنتي، خليها 6 و10 سنتي، زود 3 سنتي. تمام. تمام. بعد كده عايزين نعمل اللي هو الكاميرات بتاعت كف واحد، اللي هو ال3 كاميرات دول، اللي هو حديدهم كام، اللي هو حديدهم في السفلي لعد 4 12، وفي العلوي 4 12 برضه. يبقى انت هتاخد رينفورسد، وبعدين في 12 والكفر 25 2 بوينت، وهتاخد بقى من هنا ممكن ناخدهم مع بعض تلات كاميرات مع بعض كده سيخ واحد. تمام. طيب بلس لينس، وبعدين ده كان 4 12. اوكي.
تمام. طيب ده ممكن برضو تزوده شوية تخليه 9.5. يبقى السيخ ده تزوده شوية كده تخليه 9.5. تمام. تمام. بعد كده فاضل الحديد العلوي. الحديد العلوي هنا كام؟ الحديد العلوي هنا 4.12 في العدل، وفي برضو في كاف 3 هنا في 2.12 اهو. 4.12 و2.12، يبقى انت ممكن تاخد 2.12 طول الكاميرات كلها، و2.12 تانيين على الكاميرات اللي هو كاف واحد reinforced. وبعدين 2 بوينت، ومن اول الكاميرات ده كلها كده، من اول الكابول لحد اخر الكابول، لان اي حديد علوي او سفلي هيمتد لحد ايه الكابول. طيب بيقولك الحديد اطول من 12 طوله، يبقى هتختار اول اختيار ده كده، وممكن تخلي ده متر مثلا. طيب عشان تبقى 9 وربع هنا. تمام. تمام. ممكن طبعا الفاصل بتاع الحديد هنخليه في نص البحر في الحديد العلوي، يبقى ده مثلا نخليه 10 متر، يبقى هو كده مثلا تقريبا في نص البحر. طيب ده كان كام بلس لينس؟ ده كان 2.12 عشان هو اللي هيعدي بكل الكاميرات، صح؟ تمام. تمام. موديفيكيشن، وعدل الحديد ده كده بلس لينس وخليه كام؟ خليه 2.12. تمام. تمام. طيب فاضل ايه بقى؟ فاضل اللي هو 2.12 على الكاميرات اللي هي كاف واحد دي. طيب ممكن تاخد ايه؟ ممكن تاخد مثلا 1 متر هنا و1 متر هنا، او ماشي، يبقى اوفست 1 متر هنا كده، و1 متر هنا كده. تمام. وده كده هيطلع طوالي، وده كده هيطلع طوالي. يبقى الحديد ال12 الحديد ال2.12 هيروحوا في دول كده، يبقى reinforced. وبعدين عندك 2 بوينت، ومن اول هنا كده لحد فين؟ لحد هنا. طيب ده كام بلس لينس؟ وده كان 2.12. تمام. ممكن تزوده شوية تخليه 12 متر، اللي هو سيخ يبقى على بعضه. شيل السيخ ده كده، وهات بقى السيخ ده كده مثلا هنا من الناحية دي 50 سنتي، من الناحية دي مثلا شيل خط العمل ده، ومن الناحية دي 13 سنتي، يبقى كده 12 متر اللي هو سيخ على بعضه. طيب فاضل ايه؟ فاضل هنا السيخ بتاع اللي هو الانكماش، اللي هو 2.12 كل 30 سنتي. احنا هنعمل سيخين، اللي هو سيخ واحد بس في الكاميرا، لان الكاميرا على بعضها 70. يبقى reinforced، وبعدين 2 بوينت، تعالى هنا من النص كده لحد فين؟ لحد النص هنا كده. تمام. اطول من 12 طبعا، هتختار اول اختيار ده كده، خلي ده مثلا 1 متر. تمام كده مظبوط. اوكي. ده 2.12 بلس لينس 2.12. اوكي. طيب موديفيكيشن، عشان نعدل الحديد ده كده نخليه بلس لينس، ونخليه كام؟ 2.12. تمام. تمام كده الكاميرات الحقيقي بتاعها خلص. عايزين بقى نعمل الكانات بتاعتها. اولا عشان ترسم الكانات، يبقى انت هترسم شكل الكان الاول ريكتانجل، وبعدين شيفت اد الكانات اللي هي 12 و 80، موف ونزلها تحت شوية كده. وبعدين في كائنات تانية اللي هو 70، صح؟ دي بتاعت الكابولي اللي هي 80. طيب وبعدين اد شيفت 12 و
70 سنتي. موف لتحت برضو شوية. طيب الكانات ديت هترسم فيها كانت 8 من هنا، من الكروس سيكشن. اول كانة ديت، طبعا الكانة ديت 8 ملي، وبعدين الكفر 25. عندك ده هتخليه 5 سنتي بس، وده 5 سنتي. تمام. دياجونال من هنا، طبعا ده غلط. تعالى تاني. كده صح. تمام. وبعدين ماشي اوكي. وبرضو دي هترسم فيها كان كروس سيكشن. اوكي. طبعا الحسابات هتكون اوتوماتيك دلوقتي. تمام. تعالى بس، ده كده هتعمل ماتش لده كده بالقطاع الكان هنا، القطاع الكان هنا. تمام. تمام. طيب القطاعات دي انت هتاخدها فين عشان برضو تظهر الحديد ده عليها؟ تمام. يبقى انت من الجرافيك ده كده اول قطاع هتسميه ايه، هتاخده هنا كده، ومثلا هنا، وهتعمله على اول قطاع اللي هو 80. تمام. برضو تاني قطاع اللي هو بي هتاخده مثلا هنا مثلا كده، هنا وهنا، وهتاخده على تاني كان هنا. تمام. طيب هنا لو شوفنا قطاع بي دي هو هيظهر ايه؟ هيظهر هنا اللي هو الأربعة 12 هنا، وهيظهر الحديد ال12 اللي هو السخين بتاع الانكماش، وهيظهر فوق الحديد العلوي بتاع الكاميرا اللي هو برضو كان 4 12. يبقى في 4 12 فوق 4 12 تحت. يبقى تيجي هنا من بوينت. تمام. وبعدين الحديد اللي هو ال12 ده كده. تمام. والسيجمنت وللكاميرا دي. تمام. طيب ده هيكون 4 بس مش هنعمل قول اوكي، وبعدين نشيل الاكتف عشان مش هيحسبه لك تاني، وبعدين كلوز. تمام. طيب بعد كده تعالى هنا. طبعا مش هينفع نحط هما الأربعة في 12 سنتي بس، فانت هتعمل ايه؟ هتعمل تشيل الكفر دي كده خالص 2 بوينت، وهترسم سيخ حديد من هنا كده لحد هنا كده، وكنسل. وبعدين من الجرافيك وسيخ الحديد ده. تمام. تمام. كل اللي فيها اللي انت هتعمل له موف لحد فوق شوية كده. طيب بعد كده هتشيل دول كده كوبي، وهتطلعهم كده كده 4 12. تمام. طيب ال4 12 دول برضو ممكن نشيلهم على بعضهم، ميرور MI مسطرة، ومن نص الكانة كده كده ظهروا فوق. فاضل الاتنين اللي في النص، ممكن تشيل اي اتنين كده، ما هو ده برضو 12. كوبي، ده زي انديكيشن كده في النص هنا، نص مثلا تقريبا هنا. تمام. لا، ممكن تحدد النص بالظبط. موف. تمام. تمام. طيب الكاميرا برضو هتعمل في القطاع ده كده، القطاع ده هتشوف من هنا 4 16 تحت،
صح، وهتشوف من هنا كمان 2 16، وهتشوف كمان لا 4 18، وبعد كده 2 16 و2 12، وهتشوف من فوق من هنا كام. هتشوف ادي 4 16 برضو، لا 4 18 و2 12 اللي هما العلوي بتوع الكاميرا. تمام، ده هتوزعهم في هنا في الكانة ديت زي دي بالظبط. طب تعال نوزع بقى الكانات نفسها هتتوزع هنا ازاي. تعال هنا من distribution، والكانة دي كده، وبعدين تعال هنا على الأفقي الزون، وبعدين على الأفقي اوكي اس مسطرة ما بيعملش. طيب تعالى كده اطلع ده لفوق كخط عمل. تمام، وبعدين distribution على الكنة اوكي، وبعدين تعمل خط اللي هو اللي في النص الافقي، وبعدين تعالى هنا كده لحد الاخر. طيب بعد كده الكفر سي مسطرة 25 كفر اللي هو 25 ملي، وبعدين الزونات الان زون ب1. تمام تمام. طيب هنا هنا الكاميرا الكنات دي هتبعد هنا عن وش العمود 5 سنتي، وبرضو من الناحية دي 5 سنتي. تمام تمام. طيب كم كان في المتر؟ كان هنا في الكابولي لو انت بصيت في اللوحة، لو انت هنا بصيت في اللوحة في الكابولي الكانات 8 في المتر. يبقى انت السبيس هنا هتفضل بقى تقلل هنا لحد ما يبقى السبيسنج هنا 8 في لا مش 8 في المتر. يبقى كل كام سنتي؟ انت عندك هنا 1.5 في 8، يعني 7.5. او ممكن تخليها مثلا لو 1 متر في 8، يبقى كل كام سنتي؟ آه كل 12 سنتي ونص. تمام، يبقى ده هتقلل كده لحد ما ايه كل 12 سنتي. تمام، فيهم 11 كان اوكي. تمام، وهشغل اكتف عشان يحسبهم. اوكي، هتحطهم هنا كده وتطلعهم فوق كده. تمام، وهنا برضو حسبهم اللي هو ايه 12 في 8 بيحسب اوتوماتيك. تمام، تعالى بقى الكابول التاني. ممكن برضو تعمل الكابول التاني نفس النظام، خط العمل ده كده طلعه لفوق. تمام، وبعدين عندك هنا آه وبعدين هتيجي على الكامة هنا. تمام، هتختار الأفقي اوكي، وبعدين تختار مكان التوزيع من هنا لحد هنا. طيب بعد كده الكفر سي مسطرة 25، وبعدين الان زون ب1، من هنا 5، ومن هنا 5 سنتي. ده كل 12.5 اللي هو حوالي 6 كانات. تمام اوكي. اوكي على طول كده، وبعدين طلع فوق كده برضو زودهم لك ايه هنا بقوا 19 كان. طيب الكانات دي برضو عايزين نوزعها. هتعمل ايه؟ خط العمل ده بس هتظبطه كده، هتنزله لحد تحت هنا. تمام. طيب عايزين مثلا نوزع الكانات دي هنا، هنوزعها ازاي؟ برضو distribution، وبعدين الكانة دي اوكي، وبرضو الافقي اوكي، وهتختار من هنا كده. لا ايوه ايوه
لحد فين؟ لحد هنا. تمام. وبعدين الكبر سي مسطرة 25 والان زون ب1. اوكي. هنا هتبعد عن العمود هنا 5 سنتي، وهنا برضه هتبعد عن العمود 5 سنتي. تمام. هنا الكنات 7 في المتر، يعني في حدود الكام؟ انت عندك 1 متر على 7، يعني برضو في حدود، لا 1 متر على 7، يعني في حدود 14 سنتي. يبقى السبيسنج ده هتفضل تقللها كده لحد ما تطلع لحد 14 سنتي. تمام. تمام. اوكي. وبعدين اوكي على طول هيحسبها لك اوتوماتيك. تمام. هنا حسبهم كام؟ 19 كان اهم. وهكذا بقى على كل الايه الباكيات، على كل الكاميرات هيحسب لك الكانات. تمام. تمام. طب لو عايز بقى تطلع الحديد المين تيبل، وبعدين all اهو، ده كل الحديد، جدول الحديد اللي عندك. تمام. بعد كده برضو السامري تيبل all، ده برضو جدول الحديد اللي عندك، اللي هو ال12 وال16 وال18 والحديد ال8 فوق هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.